السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم من تاني. انا حنان السيد ودي قناتي، قناة متخصصة في الطبخ. اللي بيتابعني لأول مرة اهلا وسهلا بيك. ما تنساش لو عجبك المحتوى تدعمني بالسبسكرايب واللايك والشير عشان يصلك كل ما هو جديد، وكمان عشان الكل يستفيد. عيد الأضحى خلاص أيام، كل عام والجميع بألف خير وصحة وسعادة يا رب. عيد الأضحى يعني الفتة. الفتة والمرقة لازم أساسي على سفرتنا المصرية. أنا النهاردة إن شاء الله هقدم لكم الفتة بثلاث أشكال، اختاروا منها التيست اللي يناسبكم. ويا ريت أشوف في الكومنتات بتاعتكم أنهي تيست أنتوا بتفضلوه، هل التراديشنال ولا الفتة بالعيش الشامي على الطريقة الشامية، او الفتة بالتوست. انا النهاردة هقدمها وهقدم كمان الرز الابيض اللي بيناسب مع الفتة، وبيناسب كمان مع طواجن او اي لحمة باردة بكاتا. انا قدمت لكم طاجن الكفتة بالبتنجان في الفيديو الاخير. تابعوا الوصفة، هتقدروا ان انتوا برضو تنفذوه في اي يوم من ايام العيد مع الرز. وإن شاء الله أتمنى لكم عيد سعيد وأيام جاية كتير حلوة كلها سعادة إن شاء الله. احنا في حلة على النار هنحط المية بتاعتنا تسخن، وهننزل بقطع اللحمة اللي احنا هنسلقها علشان ناخد منها المرقة وناخد اللحمة للفتة. هنحط عليها طماطمية وبصلاية وجزراية متقطعين. بعد كده في حلة تانية نحط معلقة زبدة ومعلقتين من الزيت، وهنحط ورق لورا وكمان حبهان. وهننزل بالرز بتاعنا المغسول المنقوع 10 دقايق. انا هنا استخدمت رز بسمتي ابيض، اللي حابب رز مصري عادي تمام. وهننزل بمعلقة الملح بتاعتنا ونقلب كله مع بعض تقليبة كويسة لحد ما نحس ان الرز بتاعنا بدأ كده يفلفل، يعني يبقى الحباية بحبتها كده ومفيش اي سوائل. تمام، هننزل بالمية يا دوبك تغطي الرز. نصيحة كمان، اي نوع رز انتوا بتجيبوه اقروا التعليمات اللي موجودة على الكيس، عشان بقت الانواع كتير ومختلفة. وفي نوع مثلا من البسمتي بيمشي معاه كوباية كوباية والعكس. بعد كده برجع للشوربة بتاعتي تاني. اي بقى زفارة او ريم كده على الوش بشيله واتخلص منه عشان الشوربة بتاعتي تبقى طعمها حلو. هنشيل لحد ما نتأكد ان الشوربة بتاعتنا بقت تمام. برجع للرز بتاعنا تاني، اديله تقليبة كمان كده. كده تشرب المية بتاعته، ههدي النار بقى تماما واسيبه كده 10 دقايق على النار يستوي براحته. كده الشوربة بتاعتنا بقت تمام وجاهزة ان احنا نحط البهارات بتاعتنا. هحط ورق لورا وهحط فلفل وهحط شوية من بهارات اللحمة. وكمان حطيت كده بشرة جوز الطيب بتديها نكهة طيبة، ومعلقة من الملح مش اكتر من كده. جوز الطيب ده اختياري للي بيحب. الرز كمان نصيحة، اللي بيحب المستكة ممكن كمان يعمله بالمستكة، اللي مفيش بيستخدم الحبهان وورق اللورا بيديله تست حلو قوي. في حلة بقى تانية باجي اكون مجهزة توم مفروم وزبدة، وهنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة وراس كبيرة من التوم. انا استخدمت كمية من التوم عشان هقدر اتبل بيها كمان العيش بتاعنا. هقلب كويس قوي، وعند ما توصل للون الحلو الاصفر ده هاخد شوية في طاسة عشان هعمل بيهم العيش. وهكون عصرة حوالي من 5 ل6 طماطمات، يعني حوالي تقريبا كوبايتين كده من الطماطم، وهحط عليهم معلقتين من الصلصة، وهنزل بالفلفل وظبطنا الملح وكله تمام. ندي تقليبة حلوة ونسيبها بقى ايه تتسبك كده على النار علشان نقدر نستخدمها. كده الصلصة بتاعتنا جاهزة خلاص. انا اهو حطيت الملح كمان
هي معلقة كفاية قوي على الكمية دي. بجهز بقى عيش اللي هو العيش الشامي او العيش اللبناني، بقطعه كده وفي صاج على ورق الزبدة، بنزل عليه بشوية من الزبدة يتشرب منها كويس، وهدخله على النار في الفرن يعني. تقريبا بياخد تحت الشواية حوالي 10 دقايق، بس نراقبه عشان ما يتحمصش زيادة. برضو كمان بكون مقطعة عيش من التوست وبنزل عليه برضو بالزبدة كده، ونفس الشيء هدخله على الفرن. ممكن في المرحلة دي نضيف مع الزبدة شوية من التوم اللي بيحب تيست التوم. العيش بقى المحمص الشهير بتاعنا، العيش البلدي المحمص، بجيب العيش بتاعي وبنزل عليه بالثوم اللي انا خدته من اثناء ما كنت بعمل الصلصة بتاعة الفتة. خدت شوية كده على جنب، نزلت على العيش وقلبتهم كويس ودخلتهم برضو الفرن يتحمصوا تاني. بيطلعوا من الفرن بحط عليهم على طول شوربة من المرق بتاعي سخنة، واغطيهم واسيبهم على جنب، ونبتدي بقى نجهز الاطباق بتاعتنا. اول طبق انا حطيت في بولة كده شوية من الصلصة اللي هي بالخل، وكمان حطيت العيش بتاعنا اللي اتحمص اللي هو العيش الشامي. انا عملتها كده شبيهة شوية بالفتة السورية او الشامية، بس هم بيعملوها بالفراخ. انا بدلت بقى وهنعملها باللحم. انتوا عارفين ساعات كده بحب اعمل ابتكارات بالنسبة للاكل، وكمان عشان تست كل حد. مثلا يعني عندي ابني مثلا ما بيحبش بالعيش البلدي، فلازم اخترع له يعني. فعملت بقى بالعيش الشامي وبالعيش التوست، على اساس ان الاطفال شوية بيبقوا متعبين، فنقدر ان احنا ننوع لهم عشان ياكلوا الحاجة. بعد كده نزلت بالرز بتاعنا مفلفل وحلو وريحته حلوة جدا، وحطيت شوية تاني من العيش بتاعنا، وبعدين حطيت شوية من اللوز، وحطيت طبعا طشة الخل بتاعتنا الصلصة. والطبق التاني بجهزه اهو، حطيت العيش التوست وحطيت عليه برضو رز، وفي النص بولة كده فيها اللي هي الصلصة بالخل، ووزعت الرز كويس كده في كل حتة. ونفس الشيء برضو هحط لوز وهحط شوية من التوست على الوش، و ازين بقى الطبق بتاعي بالطريقة اللي تريحنا يعني. حطيت صلصة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان يبقى شكل الطبق مميز ويتعرف. تمام. حطيت اهو شوية كمان من التوست، وهحط شوية من اللوز المحمر، وكده الطبق التاني جاهز معانا. يبقى كده احنا عملنا بيتستين نفس الحاجات هي بس غيرنا في البيزك بتاع الطبق اللي هو العيش نفسه. العيش بقى اللي احنا حطيناه وحمصناه وبالثوم، حطيته بقى اللي هو العيش المحمص بتاعنا الشهير، ودي الفتة التراديشنال بتاعتنا بقى، الطبق اللي لا غنى عنه، اللي الملايين بيحبوه. حطيت العيش وحطيت برضو بولة كده فيها الصلصة بتاعتنا، ونزلت بالرز. تمام. وبعدين هحط برضو على الوش كده شوية من الصلصة تاني، ازين بيهم الطبق اي شكل تحبوه. تمام. وبعدين هحط برضو شوية من اللوز، لا غنى برضو او يعني ده اختياري. صراحة بيعزز طعم الطبق جدا وبيبقى طعمه حلو يعني. عامة اللوز على التركيبات دي يعني، اي حاجة فيها رز وكده بتبقى حلوة قوي. كده معانا 3 اطباق، كل طبق بطعم مختلف. زي ما قلت لكم، ده الطبق اللي هو الشامي بالعيش الشامي ورشيت رشة بقدونس، وحطيت اللحمة بتاعتنا بعد ما طلعتها وحمرتها. والطبق التاني اللي هو بالتوست بالعيش المحمص. والطبق التالت اللي هو بالتوست برضو نفس الشيء، حطيت اللحمة محمرة وحطيت عليها رشة بقدونس، ونقدمها مع شوية كده من الشوربة أو المرقة بتاعة اللحم.
طبق لا غنى عنه في العيد، وخاصة أول أيام العيد. كل عام وانتم بألف خير. أتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، تكون سهلة وسريعة. كنت ناوية أنزل لكم الرز لوحده وبعدين الفتة لوحدها، فقلت لأ، يعني أفضل ننزل لكم الوصفة على بعض، يمكن تكون طولت شوية، بس مهم جدا التفاصيل بتاعتها. لو وصلتوا لحد هنا وعجبتكم الفكرة بتاعت الفتة والمحتوى، ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير عشان يصلكوا كل ما هو جديد. وزي ما قلت لكم، اتمنى لكم ان شاء الله عيد اضحى مبارك. ان شاء الله اشوفكم بعد العيد وانتم بألف خير. ولو قدرت في فترة العيد انزل حاجات، بس ببقى عارفة ان الكل مشغول عشان يقدر يتابع، فقولوا لي حابين انزل لكم في العيد ولا نستنى لبعد العيد. مهم دايما يا رب تبقوا بخير، والسلام عليكم.